اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا جماعه. اليوم حضرت لكم وصفتين من وصفه واحده. شفت فيديو ألفة عامله فلفل بالثوم، راني مت عليه قلت ها يا ألفة ذي لازم يتجرب. راهو عجبني وخاصه انها طيبت منه كسكسي بالخضره. اوه ما نحكي لكمش باهي. شوفوا التكستور ما شاء الله، والريحه ما نحكي لكمش. وهذا سامحوني، وهذا الزيت نحيته منه، اني نحب نستحقه في برشا حاجات خارق للعاده. هيا نبداو الوصفات مع بعض. باهي يا جماعه نبداو من الاول. خذيت الكاسرونه باش نحطوا فيها كونتيتي باهيه نتاع الزيت. هي تجيب زيت الزيتونه، يعني زيت الزيتونه مش متوفر عندي، نحطوا زيت قطانيه، نحطوا كونتيتي باهيه هذيك اللي مش نصبروا بها ومش نركحوا. الزيت سخن، اني بما انه البصل عندي الفلفل سامحوني عندي لايث شويه، نحط الفلفل من الاول. الفلفل عندي مكوش، نحيت له قعامره وغسلته وركحته. ورد بالكم يغشكم ويتحرق، راهو بليت. باهي رد بالكم طبطاو عليه، تعداو تقريبا 15 ثانية. نهبطوا عليه الثوم، الثوم مقصوص. اوه يا ألفة، يا ألفة الريحة تهبل، أما حار واحنا جونا عاد الحر. نخليه لين يذبل ويعوم بحره. ما تخافوش الفلفل ما يتحرقش بمية الثوم، والثوم على نار واطية ما يصير له حتى شيء حسب ما فهمت بالطبيعة. نوطيو النار ونغطيوه باش يرجع ليه البخار. باهي يا جماعة، هذا بعد مرور 10 دقائق خممت باش نخرج منها وصفتين، وتو تشوفوا. شوفوا يا جماعة كيفاش باش نخرج منها وصفتين. بما انه هي الطعم مش يقعد فيها، حتى لو كان نبدل الزيت مش نصفي لهني الميلانج الكل ونحي الزيت وحده، نحطه في حكه واحده ويتخبى، والباقي نلحيه لهني بزيت جديد. وبطبيعه الزيت الجديد مش يهبط فيه نفس الطعم. شفتوا مثكاني؟ باهي شوفوا. اوه والزيت حار وبني. والزيت محلى لونه. ونحط لن لازمنا نجتهدوا يا جماعه، نجتهدوا فكريا باش نخرجوا اكثر حاجات ممكنه انها تبنن وتحفزنا على التطيب. نحطه لهني بسم الله. محلى لونه الزيت. وحبيت نحط فيه وريقات كليل اخضر. كان لقيته تو نحط فيه وريقات كليل اخضر، تو ما عنديش. كي نمشي للصوه تو نجيب نحط فيه وريقات كليل اخضر وزم محلى لونه. والحكه حكه مايونيز. نلحيو هذا. نهبطوه ونحطوا له الملح ونحطوا له الزيت اللي مشيت رحي فيه لانه بلاش زيت. نحطوا الملح شويه باللي مش يصبروا، ونحطوا الزيت. باهي يا جماعه، والتكستور نتاعو بزيتو ما شاء الله ما شاء الله، والريحه والريحه والريحه. باهي نعبيو الحكه. هاني الدنيا حاست هاك اللي كتب. باهي نسكروها بالباهي. شوف اوه خارق للعاده.